أخبار الجزائر من قناة أنيا أنفو، أهلا بكم. أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن قضية تسريبة هيلاري كلينتون ملف البريد الإلكتروني الذي كانت تستخدمه وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة للأضواء، خاصة بعدما طلب وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو بنشر تلك الرسائل في استجابة سريعة لمطالب متكررة داخل واشنطن. وتضمنت رسائل البريد الخاص الذي كانت تستخدمه هيلاري كلينتون أسرارا وتفاصيلات تكشف مخططات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لنشر الفوضى في الشرق الأوسط. مؤامرة أمريكية بتمويل قطري قادت دول وبلدان الشرق الأوسط إلى سيناريو الفوضى عبر بوابة ما عرف بالربيع العربي، فما بين تمويل لجماعات متطرفة وضرب استقرار دول والنيل من عروش وجيوش، توالى تحركات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون باستخدام المال القطري ومنابره الإعلامية لتسقط المنطقة في أزمات لا تزال تحاول التعافي من أثارها. ووفقا لتسريبات جديدة، فإن المبالغ التي أودعتها قطر في خزينة مؤسسة كلينتون كانت جزءا من صفقة كبرى لصالح تمويل مخطط الربيع العربي وإحراق الشرق الأوسط بأعمال عنف وإرهاب، وهو ما أصبح واضحا بعد تتبع الأمر وملاحظة التصعيد للأحداث في منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الفترة. ووفقا لنص التسريب، فإن قناة الجزيرة لعبت دورا رئيسيا في مخطط الفوضى بالشرق الأوسط، والتي مثلت الذراع الإعلامية لقطر في تنفيذ مخطط دعم الإرهاب والدعوة للفوضى. كما كشفت إحدى الرسائل البريدية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي أفرج عنها، عن تفاصيل جديدة بشأن المؤامرة التي سميت بالربيع العربي، وكيف تم تأجيج المواجهة بين الشعوب وحكوماتهم وخاصة في الجزائر وليبيا، وعن دور قطر لزعزعة استقرار كل من الجزائر وليبيا، وتدبير مؤامرة لإسقاط نظام معمر القذافي، حيث تم الكشف عن مشاركة دولة قطر لحلف الناتو في قصف ليبيا. وتضمنت الرسائل التي تم الإفراج عنها مساء السبت الكشف عن دعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهيلاري كلينتون للجماعات الإسلامية المتطرفة في الجزائر وليبيا، مشيرة إلى أنه يجب دعم هذه العناصر التي ستكون في سدة الحكم بعد فترة من الزمن إذا ما تم دعمها. وأفصحت الرسائل التي بلغت حوالي 35,575 إيميل أن من مصلحة الإدارة الأمريكية تصعيد هذه المواجهات في الجزائر وليبيا وفق خطط مدروسة، والتي ستفرز عناصر تكون تحت سيطرتهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوم الجمعة أنه سيفرج عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لسلفته هيلاري كلينتون ضمن الحرب السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية المتنافس عليها من قبل الحزبين الجمهوري في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.